السلام عليكم بنات، أسعد الله أيامكم بكل خير. اليوم جبت لكم وصفة رائعة لتسمين المناطق الأنثوية في جسم المرأة اللي هي الصدر والجزء السفلي من الجسم. جربتها أنا شخصيا مدة 20 يوم وزاد من وزني حوالي 10 كيلو وما زلني مستمرة عليها. الوصفة هذه مغذية جدا، مكوناتها طبيعية وموجودة في كل البلدان العربية. وصفة سهلة وفعالة، إن شاء الله تجربوها وتستفادوا منها. نمر مباشرة للمكونات. الوصفة هذه تعتمد على 3 مكونات اللي يتناسبوا مع جسم المرأة ويحتووا على العديد من الفوائد والقيمة الغذائية العالية. الدرع أو يلان أو البشنة أو الدهن يحتوي على نسبة عالية من البروتين ومن الفيتوستروجينات، هي المكون الغذائي له دور مهم جدا للتوازن الهرموني عند المرأة. يتواجد في عديد من الأغذية اللي هي مثل الحلبة وحبة حلاوة. يحتوي أيضا على نسبة عالية من المعادن ومضادات الأكسدة والألياف التي تعمل على تحسين الامتصاص ومعالجة الإمساك، بحيث كان كثير من الناس يشكون أنهم يأكلوا بزاف لكن ما يزيدوش في الوزن. هذا هو السبب تاع عدم الامتصاص، هو اللي يخليهم ما يزيدوش في الوزن تاعهم. السمسم أو الججلان أيضا رائع مثل الدرع، إلا أنه طعمه لذيذ جدا. يحتوي حوالي 20 غرام من البروتين، 19 غرام من الدهون و48 غرام من الكربوهيدرات لكل 100 غرام من السمسم. حبة حلاوة أو الكمون الحلو أو اليانسون يحتوي على هرمون الاستروجين الذي يساعد على توزع الدهون في جسم المرأة بشكل طبيعي، يعني في منطقة الصدر والجزء السفلي والخدود. أيضا ينقص النمو تاع الشعر الزائد، ينظف الدورة الشهرية، ينقص الألم نتاعها وينشط المبايض. يعني باختصار هي صديقة للنساء. طريقة التحضير سهلة، هي كيلو درع محمص ومطحون جيدا، كيلو ججلان مطحون جيدا، وكيلو حبة حلاوة مطحونة جيدا. نخلط المكونات كامل، ويوميا ناخذ ملعقة كبيرة منهم نذوبوها في حليب ساخن ونشربوها في الليل آخر شيء قبل ما نناموا، لأنها تشعرنا بالشبع وإحنا من الأحسن إن ناكلوا أكثر. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير للحلقة، اشتركوا في القناة وضغطوا على الجرس حتى يصلكم الجديد. سلام لؤلؤتي الجميلات.